يا صباح الحنتي، عمو أديب أبو كفيل وكفولة بيتكلم عن هجوم الناس المحترمين على قناة MBC مصر واتهامها بتدمير الدراما، وكأن MBC دي مراته ومحدش يتكلم عليها ولا يتحرش بيها. قال لهم وسع يا جدع، محدش يدعوى بMBC، دي قناتي الشرجية، محدش يقرب لها. يا وجع الكفيل يعني. وبعدين في اخبار بتقول انكم هتسحبوا الاعلانات بتاعتكم من القناه. طب والله العظيم وحياه الكفيل بتاعي لو ده حصل، لا السعوديه تسحب برضه رعايتها للمسلسلات بتاعت رمضان المصريه، وانتاجات تانية كتير هتسحبها، والسوق السعودي هيقطع الافلام المصريه. قطوعه. يا ريتها كانت بركت عليك قبل ما تجيب لنا خلفه العار دي. بيقول لك ساعتها هتبقى المقاطعه متبادله. سيب ونسيب، انت بطل يا اديب، انت هتبقى بطل للفيلم الجديد حياه الماعز، او نعمل لك برنامج جديد ونسميه عرض برخصه. يا سهله. ما هو انا نسيت اقول لك يا اديب، ما هو لو سحب الرعايه مش هيلاقي حاجه يعرضها في الرياض. برغم انك بتتمحك فيهم، بس عارف الفرق بينك وبينهم ايه يا اديب؟ انهم بيخافوا يتكلموا على بلدهم بسوء او يتكلموا على السمو الملك بتاعهم، انما الرخيص بيدافع عن بلد غير بلده علشان ما يطردوهوش بره الشوال. ما هو اللي يجي على مصر يستحمل بلبل مصر شيروها له في قرعته.